أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ترجع للإنسان أجرا ولوالديه ذكرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم علي فإن الملائكة يعرضون علي صلاته ويقولون: هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك. قالوا: تذكر أنت ويذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ماتت آمنة وكان عمرها لما ماتت 25 سنة، ودفنوها في تل أعلى جبل في منطقة اسمها الأبواء، لأن المنطقة دي كل فترة بتيجي الأمطار عليها والسيول وبتجرف في كل اللي في المكان ده، عشان كده دفنوها أعلى التل ده عشان جثتها ما تروحش مع السيول. ماتت آمنة ورجع تاني سيدنا محمد يجي يعيش مع جده عبد المطلب. رجع تاني سيدنا محمد يعيش مع جده مع بركة أو أم أيمن اللي هتكمل معاه المسيرة فيما بعد، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديوهات القادمة. بس الفيديو النهاردة هنتكلم فيه مع بعض وهنسبق الأحداث بعد 55 سنة وبالتفصيل عند دخول سيدنا محمد مكة وتم فتح مكة. سيدنا محمد بعد ما دخل مكة ومعاه عشرات الآلاف من الصحابة وبدأ إن هو يدخل مكة وفتح مكة، سيدنا محمد دخل منطقة الأبواء دي وبدأ إن هو يسترجع الذكريات وهو طفل لما دفن أمه آمنة. بدأ يدور على مكان القبر اللي فيه أمه آمنة لحد ما وصل للقبر ده وقعد قدام القبر ده وبيبكي بشدة جدا، وبدأ إن هو يكلمها وهي في القبر بتاعها. الصحابة بدأوا إن هم يتابعوا سيدنا محمد وهو منهار وبيبكي أمام القبر ده، لدرجة إن هم بدأوا إن هم يبكوا على حال سيدنا محمد وعلى شكله وهو بيبكي على قدام القبر ده، لحد ما بدأ سيدنا محمد يتحرك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ إن هو يمسك إيد سيدنا محمد، وبدأوا الصحابة يسألوه: ما بك يا رسول الله؟ إيه اللي حصل؟ إيه أنت قعدت ليه وبكيت في المكان ده؟ سيدنا محمد قال لهم: ده قبر آمنة أمي، استأذنت ربي إن أنا أزورها فأذن لي، يعني أنا خدت إذن من ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أزورها، فاداني الإذن إن أنا أزور قبرها، واستأذنت ربي إن أنا أستغفر لها فأبى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أذن لسيدنا محمد إن هو يزور قبر أمه آمنة، لكن ما أذنش ليه إن هو يستغفر لأمه. وبدأ سيدنا محمد يبكي بشدة مرة تاني، لأنه كان بيتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يأذن له إن هو يستغفر لأمه. وبدأ الصحابة يبكوا على بكاء سيدنا محمد، لدرجة إن الصحابة شبهوا اليوم ده إن ده أصعب يوم مر عليهم في حياتهم. بدأ سيدنا محمد يتحرك من المكان اللي هو كان فيه ويتجه لمكة، وبدأ إن هو يدخل ويقابل الناس علشان يبايعوه، وبدأ يدخل يقابل الناس بتوع أهل مكة إن هم يعاهدوه ويبايعوه على الولاء ليه وللدين الإسلامي. لكن وهو ماشي سيدنا محمد شاف ست كبيرة جدا نظرها ضعيف ومش شايفة أي حاجة، بتتحرك وبتبص على اللي حواليها وبتبص على سيدنا محمد ومش شايفة ملامح سيدنا محمد. سأل الصحابة: مين دي؟ قالوا له: دي حليمة السعدية. سيدنا محمد اتجه لحليمة السعدية وراح لها جري، وبدأ ان هو يبوس ايديها وبدأ ان هو يبكي ويحضنها. الصحابة استغربوا من الموقف اللي عمله سيدنا محمد، قال لهم: دي حليمة السعدية أمي، وخلع الرداء بتاعه وقعد حليمة السعدية على الرداء ده وقال لهم: سيبوني معاها، عايز اتكلم معاها. وقعد سيدنا محمد فعلا مع حليمة السعدية وبدأ يفضفض لها زي ما يكون عايز يحكي لها اللي حصل معاه من بعد ما سابها وراح عاش مع آمنة، والأحداث اللي حصلت معاه في الفترة اللي هو بعد عنها فيها، وقدم لها كل المساعدة اللي هي كانت محتاجاها. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن في سؤال كتير بيسأل نفسه السؤال ده وبيجادلوا بعض بالسؤال ده: هل والدة الرسول صلى الله عليه وسلم أمه وأبوه في الجنة
أو في النار؟ هل والدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار؟ ده اللي هنتكلم فيه مع بعض، بس بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه وتعالى لما أذن لسيدنا محمد إن هو يزور قبر أمه آمنة، ولم يأذن له إن هو يستغفر لها، لأنها فعلا مش محتاجة إن هو يستغفر لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو الله سبحانه وتعالى شايف إن آمنة مشركة ما كانش أذن لسيدنا محمد إن هو يزور قبر أمه. لكن الله سبحانه وتعالى ما أذنش لسيدنا محمد إن هو يستغفر لها، لأنها مش محتاجة إن هي سيدنا محمد يستغفر لها، لأنها لا تحاسب. بإيجاز بسيط جدا إن آمنة وعبد المطلب وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضروش الدعوة الإسلامية، أو ما حضروش الدعوة اللي دعا ليها سيدنا محمد للدين الإسلامي. آمنة وعبد الله ماتوا هما الثلاثة، وعبد المطلب ماتوا قبل ما سيدنا محمد ينزل إليه الوحي، وقبل سيدنا محمد يدعو إلى الدين الإسلامي. فعشان كده دول ماتوا على الفترة مش الفطرة، اللي هي الفترة دي الفترة اللي كان مش موجود فيها رسول، أو ما جاش فيها رسول يدعوهم للدين الإسلامي. فعشان كده عبد المطلب وآمنة وعبد الله إن شاء الله من أهل الجنة. وده ليه؟ لأن المولى سبحانه وتعالى زكى السلالة المحمدية. المولى سبحانه وتعالى زكى السلالة المحمدية. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم برضه وقال في صحيح مسلم إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. عشان كده السؤال ده مش لازم نسأله لنفسنا كتير، السؤال ده مش لازم نجادل بيه بعض كتير، من المولى سبحانه وتعالى إن شاء الله يقبل آمنة وعبد الله في الجنة، لأنهم جابوا لنا أطهر وأشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان إجابة على السؤال بإيجاز بسيط، والله أعلم. أشوفكم تاني في فيديو جديد إن شاء الله، علشان نكمل مع بعض قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما رجع يعيش مع جده عبد المطلب. تابعونا عشان تعرفوا التفاصيل بإيجاز مع بعض إن شاء الله. قبل ما أختم الفيديو تعالوا كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.